السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا بألف خير يا رب العالمين وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في وصفات صحية وراقية كويزين أمل. اليوم حنحضر معاكم صابلي تجيب كمية كبيرة وتجي الشكل تاعها، يعني يجي الشكل يجي ما يجيكمش هذاك الخطوط فوق الحبة ولا تجيكم تتكمش ولا تتقلص. يعني هاد الوصفة صدقوني يعني كي تاكلوها تحسوا بلي راكم تاكلوا صابلي تاع زمان. تجي بزاف خفيفة وبنينة وتذوب في الفم. ماذا بيا انكم تجربوها وتكتبوا لي في التعليق واش رايكم فيها. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير ان شاء الله، اللي هما 5 حبات بيض. عندنا تقولوا لي 5 حبات بيض بزاف الكميه، بصح انا هادو 5 حبات بيض درتهم في 500 غرام تاع ماغارين. عندنا لافاني، عندنا قرصه تاع الملح، عندنا نصف كاس تاع الزيت، وعندنا كاس تاع السكر وكاس تاع المايزينا، وعندنا الفرينه بالطبع، وعندنا ساشي لا ليفير. نروحوا للتحضير. انا سيباريت صفار البيض مع البياض البيض وحدهم. نقول لكم واش نديروا. نحضروا اناء هنايا نديروا فيه زوج حبات تاع بياض بيض، نسحقوا زوج حبات بياض بيض فقط، والباقي الصفار 5 صفار بيض مع 2 حبات بياض البيض. نتمنى انكم فهمتوني، ونطلعوه بهذيك الطريقه اللي شفتوها في الصوره. نديروا قرصه تاع الملح تاعنا، نحطو 500 غرام تاع الماغارين. انا نقطعها من الافضل تساعدني باش تدوبلي تاع تمتم، يعني باش تتجانس كي نكون نعجن فيها وما تعينيش. نديرو 500 غرام تاع ماغارين، قلت لكم 500 غرام تاع ماغارين في 5 صفار بيض وزوج حبات بياض بيض، وزوج حبات بياض بيض. نصف كأس تاع الزيت، هنا حطينا نصف كأس تاع الزيت، وهنا نحطو كاس تاع السكر مملوء جيدا، يعني بومبي. حبيتي تحبيها تجيك بزاف حلوه زيدي لها على الاقل ملعقه فقط، يعني مع المعجون وكاع تجيك الذوق يعني سوا. نحطو لافاني كميه معتبره، نديرو لافاني ملعقه كبيره تاع لافاني، نخلطو جيدا. انا ذوبتها بيدي ومن بعد استعنت بالخلاط الكهربائي. حتى لازم في الصابلي الزيت يدخلكم تماما مع الماغارين تاعكم، يولي خليط متجانس. من بعد نحطو 5 صفار بيض، 5 حبات صفار بيض وزوج حبات بياض بيض، وطلعوهم كيما طلعتهم انايا، ونخلطوهم بيان حتى نسحق الخليط تاعكم تاع لي صابلي. لازم يجي متجانس هكا، يجي كريمي، يعني الحبات تاع الزيت يكون دخلكم بيان، البيض كيف. هذه هي نجاح تاع الوصفه تاعنا. من بعد واش ندير هنايا، ندير الكاس تاع المايزينا. نبدا بالكاس تاع المايزينا وساشي تاع لا ليفير، نتمنى يعني يكون الشرح واضح. نغربلوهم بيان وندخلوهم هما الاولين، من بعد نضيفوا الفرينه تاعنا. نتوما تقدروا تحسبوا شحال راني نحط. من بعد نضيفوا الفرينه تاعنا ونخلو العجينه تاعنا نخلوها طريه، يعني ما نيبسوهاش، نخلوها طريه. من بعد نحطوها تريح في الثلاجه. هذه هي باش تحصلي على نتيجه مليحه، انك تدخلي الزيت مليح وتذوبي السكر بيان وتزيدي العجينه كي تلميها ما تعجنيهاش، دخليها هكا كيما تجبدي من تحت للفوق، من تحت للفوق ما تعجنيهاش. هذه هي السر تاع لي صابلي باش ما يتقلصولكش. والزيت لازم تدخليه مع الماغارين، تخلطيه بيان حتى يولي تكون ما درتيش كاع هذاك الزيت. هاكو تشوفوا العجينه كيفاش جات، تحصلوا بهذا العجينه تجيكم طريه هكا بهذه الطريقه. ونحطوها في الثلاجه ترتاح. تحبي تخدميها في الليل وديريها صباح نورمال، تبات لكم نهار كامل يعني احسن. ونخدموها بالساشي. هذا هو نجاح الصابلي تاعك، ما تعييكش ويجي الشكل تاعها شباب، وتحصلي على نتيجه يعني جد رائعه، تجي تذوب في الفم. ماذا بيا انكم تجربوها
وتشوفوا وتقولوا لي في التعاليق واش رايكم فيها. يعني ماذا بيا انكم تجربوها. الحق انا والله درتها غير ما تقعد لي هاد الصابلي، يقولوا لي دوب ذوبان في الفم وفي البنه كذلك، يعني واحد البنه ما شاء الله. نحطوها دوكا في الثلاجه، نخلوها. انا خليتها نهار كومبلي وهي في الثلاجه، خدمتها في الليل صباح درتها هنا. واش نسحقوا كما شفتوني طابع لي يورمكم الساشي لازم، وطابع لي انا درت صابلي سامبل كما يقولوا، درتها لكم سامبل كلش. انا المهم تنجحوا فيها وتلموا بهذه الطريقه، ما تعجنوهاش، لموها فقط وعاودوا رجعوها داخل الساشي وحطوها في الثلاجه. تجبدوا غير بالعقل، راكم تشوفوا ديروها مرقيقه مخشينه وما تقعدوش تبوجوا في الطابع تاعكم. ديروا طبعوها ديريكتومون. نحطوها دوكا على درجه متوسطه، راكم تشوفوا النتيجه. الحق جات ما شاء الله، جات اللون دوغي، وجات الحق تذوب في الفم. انا درتها لكم سامبل يعني حاجه بسيطه جدا، ما تقلقكم ما والو. مليحه العيد الكبير هذايا ان شاء الله، عيد الاضحى. مليحه صابلي يعني كاع يحبوها الجماهير، يعني محبوبه في مائدة العيد. يعني كاع الناس يحبوا يديروا صابلي. سهلة وفي البنة ما شاء الله، ودي لكم كمية كبيرة يعني تقعد الشكل راكو تشوفوا بعينيكم الشكل يقعد ما شاء الله، ما يتقلص ما والو. ديروا برك بالطريقه تاعي، انكم تحطوها في الثلاجه بيان باش ما يخرج لكمش هذاك الزيت. والطابع تاعكم ما تقعدوش تحركوا فيه، حطوه ديريكتومون وعاودوا تجبدوه باه الشكل يقعد هو. وديروا في الساشي، ديروا الحلوه تاعكم فتحوها في الساشي، ساشي من التحت وساشي من الفوق، وفتحوها وطبعوها. هذه هي الصابلي تاعي، درتها بمعجون، ما درت تزيين ما والو. انا عطيتكم الصابلي باش تنجحوا فيها. هذه هي صابلي والحق تذوب في الفم. ماذا بيا انكم تجربوها الاخوات وتقولوا لي واش رايكم في التعليق. واللي شافت قناتي لاول مره تشترك في القناه، يعني باش تبان لي القناه تاعي. راني مازالها القناه ماهيش طالعه، مازال ميبا ما حققتش الشرط تاعي. ماذا بيا انكم تعاونوني الاخوات في دعم القناه. شوفوا دوكا نقسم لكم حبه. الحقيقه ماذا بيا انكم تجربوها وتدعيوا لي بالخير. شوفوا كيفاش راكم تشوفوا، والله بنه وخفه. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.